يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته لمواجهة نيجيريا الهامة في تصفية كأس العالم ضمن معسكره في سيدي موسى بالعاصمة الجزائرية قبل المغادرة نحو مدينة إيبو النيجيرية. في أجواء ماطرة عاود الخضر تدريباتهم بمركز المنتخبات الوطنية في سيدي موسى تأهبا لمواجهة نيجيريا الهامة في مشوار تصفية المونديال، وكلهم أمل في تدارك تعثر الكاميرون في الجولة الأولى والتطلع لبلوغ المونديال بقيادة مدربهم الجديد البلجيكي جورج ليكنز الطامح لإعادة منتخب محاربي الصحراء إلى السكة الصحيحة. لا أفكر في الخسارة في نيجيريا، وأنا هنا للفوز، لكن لا يمكن أن نفوز بكل المباريات. صحيح أن الوقت ضيق وقد جئت متأخرا، لكني سأعمل بكل جهدي وعندي أفكار لعمل المطلوب. أريد الذهاب إلى كأس العالم، وهو ما يمكنني فعله مع فريق وجيل كهذا. لدي دين تجاه الشعب الجزائري، وبلوغ المونديال هو هدفي. تشكيلة ليكنز تبدو مكتملة رغم غياب ثلاثي سوداني وبدبوز وغزال المصابين، حيث تم استدعاء 3 بدلاء هم ياسين بنزية ونجم أرسنال الواعد إسماعيل بن ناصر إلى جانب بغداد بنجاح مهاجم السد القطري. أنا رايحين بعزيمة كبيرة إن شاء الله. هضر معنا البريزيدون، هضر معنا المدرب، نحاول الضغط كاع إن شاء الله 3 بوان ديما تكون جزائرية إن شاء الله. الأخبار الواردة من مركز سيدي موسى تؤكد أيضا تعافي مدافع نابولي فوزي غلام من الإصابة، حيث من المنتظر مشاركته أساسيا في المواجهة في انتظار موافقة الطاقم الطبي. ورغم صعوبة المهمة إلا أن رفاق نبيل بن طالب عازمون على تحقيق المطلوب رغم قوة المنافس. نيجيريا فريق قوي على الساحة الإفريقية، والمواجهة ستكون صعبة، لكن يجب علينا الفوز بالنقاط الثلاث. لا ألعب في المركز ذاته مع شالكة، لكنني هنا لتقديم الإضافة لمنتخب بلادي. مواجهة نيجيريا وإن تبدو هامة لأصحاب الأرض الذين يتصدرون المجموعة، إلا أنها تعد مصيرية للخضر إذا ما أرادوا الحفاظ على حظوظهم في بلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا. الديربي المغاربي بين ليبيا وتونس لحساب الجولة الثانية من تصفية مونديال روسيا يزداد اهتمام الشارع الجزائري بحوار الجارين بالجزائر. تفاصيل أوفى في تقرير موفد بين سبورتس نافع بن عاشور. هي العاصمة الجزائر تفتح ذراعها لتستقبل جارتيها ليبيا وتونس بمناسبة الديربي المغاربي بنكهته المونديالية، والذي اختار المشرفون على الكرة الليبية بوصفهم المستضيفين ملعب بلوغ في منطقة باب الواد معقل قطبي العاصمة الاتحاد والمولدية، بعدما رفضت الفيفا في وقت سابق أن تدور المباراة في ملعب زبانة في وهران. أنا أظن نحن نعرفوا بلي المنتخب الليبي أراد اللعب في ملعب زبانة في وهران، لأنه نعرفوا مدى حب الجمهور الوهراني للاعب زعبية، وأنه كما نقول هو مدلل فريق منتخب ليبيا. ما حصل لهمش هذه الفرصة، جاو هنا الملعب بولوغين. أنا أظن راح تكون مباراة، هي مباراة مغاربية، راح يكون نقدروا نقولوا مقابلة ديربي، وين راح يكون تنافس على أشده. احنا كصحفيين نستفدوا من هذه المباراة لتغطية حدث مثل هذا، لأنه تبقى مباراة عندها أهمية في الوطن العربي وفي إفريقيا طبعا. الجماهير الجزائرية بصفة عامة وجماهير باب الواد بصفة خاصة ستكون شاهدة مساء الجمعة القادم على ديربي غير ديربي المولودية والاتحاد، فمباراة ليبيا وتونس تعد طبقا شهيا للجمهور الجزائري قبل يوم من مباراة هامة للخضر في نيجيريا لحساب نفس التصفيات. المقابلة نتمنى تكون في أحسن وضع، ويكونوا ثاني الجزائريين الجزائريين يعني يكونوا مثل، يعني نشرفوا بلادنا ونشرفوا كاع شمال افريقيا، يعني نشجعوهم في زوج. ان شاء الله فيها فيكتوار شابه لتونس، وليبيا يسمحوا لنا ولا غالب. كل واحد كيفاش يشوفها، لي زازيريان بالك كل واحد يمشي سيبورتي، انا سيبورتي تونس. انا يا اخو نشجع ليبيا.
صاحبي تونس انا حنجي كونتر باين. الديربي المغاربي بين ليبيا وتونس يضفي حرارة على أجواء العاصمة الجزائر الباردة هذه الأيام مع تزايد الاهتمام الجماهيري والإعلامي مع اقتراب موعد المباراة. نافع بن عاشور بي إن سبورتس. بيان سور لي كات ماتش كاع صعاب، ماشي غير نيجيريا، زامبيا كاميرون كاع صعاب. احنا تاني عندنا فريق اللي يخافوا منا، ان شاء الله احنا رايحين زامبيا رايحين نيجيريا باش بعزيمه كبيره ان شاء الله باش نربحوا. نجموا باوكازيون واحده نماركو، ما يهمش الاداء. المدرب راه هذاك جديد. الحاجه الاولى هي كما قال نلعبوا بلوك ان شاء الله، واوكازيون واحده تجي نماركوها ان شاء الله. المدرب العمل مع المدرب والله اليوم اول اونترينمون ليه مع الفريق الكل مع المجموعه ان شاء الله باش ندخلوا ان شاء الله بالخبره تاع اللاعبين تاعنا كيما سليماني واللاعبين تاعنا ان شاء الله ندخلوا باش نربح. بيان سور جاهز 100%. انا كنتش في بالي بلي رحت الدوحه، وصلت عيطوا لي رجعت ديريكت في الفول، رجعت وصلت للدوحه ورجعت. كي تكون القضيه تاع ليك ناسيونال ما نرجعوهاش، نلعبوا 100% ان شاء الله، وكان ان شاء الله انا نجيب فيكتوار ان شاء الله. Bien sûr, on sent que tout le monde est concerné par le match. On sait que c'est un match très important pour nous et pour l'équipe nationale, et qu'on doit répondre présent. Et je pense que tout le monde est optimiste pour ce match et déterminé. Ouais, on pense pas au passé, maintenant on pense au présent. Et maintenant chaque match qui vient, on doit les prendre comme si c'était le dernier match qu'on allait jouer. Et maintenant on a un gros match qui vient contre le Nigeria et on doit se concentrer à 100% sur ce match. يعمل تحضير في مارسيليا، يعني تعود شويه على اجواء الجزائر بعدين وجاء الى الجزائر. هذا هو الكلام. هذا هو الكلام. تفضل باشا. يا شوف محمد، ما تنجمش تروح 10 ايام او 12 يوم من قبل. علاش؟ خاطرش اللاعبين ما يقدروش. مشكله هنا سيتي سور لي 25 كاين 15 منا من الجزائر و10 مليون، بوتيت يلعبوا 3 ومن بعد يجيو ديريكت من اوروبا، يجيو ديريكت لنيجيريا ولا وين يروحوا. فهمت؟ دونك البروبليم هذا هو، ما تنجمش. انا ما ندخلش في هذه التفاصيل لان سي ان بو كومبليكي. مي تقول لي سوداني، وي سي دوماج. سي ان بون اتاكون بيركوتون، يمارك دي بيت. سي دوماج يخصنا في ليفيكتيف. ولكن تقول لي بنزيه بالفوديل صح يماركي سي بيت، بنزيه ماهوش يلعب. انا نقول لك حاج موسى الحاج كيف صح. دوماج اللي راح لنا سوداني. تقول لي بودبوز بونجح، بودبوز في الكلاب تاعو او هو صح راهو يتعلق كيما لازم الحال. هنا راهو الماتش اللي داروا هذاك ما صابش روحو لنا الكاميرون وين، واللي كانوا صحابو ما داروش الدور باش يعاونوه ولا يحبطوا ويجيب بالون. تقول لي غزال بن ناصر، نقول لك غزال لعب 17 مينوت. هادو سي دي رومبلاسون ابار سوداني. مي الاخرين شكون هما؟ ابراهيمي فا جوي، بن طالب يريبرون سا بلاص، كاين طايدر وكاين فغولي. انا جفو هادو. يعني ما تقلقكش الاصابات باش ما تقلقنيش. تقلقتني غير تاع سوداني. سوداني سي بقيه عادي. ما تقلقنيش. والاخرين باينين، فغولي طايدر بن طالب ابراهيمي. انا جفو هادو رايحين يلعبوا في الوسط، ومحرز سليماني يلعبوا لي كوماتاكون. شكرا لك. محرز معاه طريقة سليماني كان يشوف طريقة 4-1 ستكون الأمثل. إذا بن شيخ، في بداية الموسم فريق شالك كان يعتمد على خطة 4-4-2، خسر 5 مباريات متتالية لم يحصد ولا نقطة. بعد ذلك تحول إلى 3-5-2. بن طالب أصبحنا نراه وكأنه محرك اللعب، وكأنه رقم 10 حقيقي في فريق شالك، وكانت نقطة تحول لأنه بعد ذلك سجل الكثير من الأهداف. يملك الآن 5 أهداف آخرها في المباراة. وحتى عفوا محمد، حتى بن طالب الآن قال بأنه المدرب يطلب مني تحريك الفريق لأنه اللعب بين يديه في هذه الخطة. تفضل بالشيخ، كنت دائما تطلب وتطالب بن طالب بالصعود إلى الأمام.
والريزولتا اللي لا بنطالب وصايب روحو طوميو بور لوي بور نعم هداف الفريق وهي ماركي ويلي علاز دونك il a encore خدا الثقه في نفسه دونك جو بونس سي اون بون شوز. المدرب عطالو الحريه التامه كما يقول لك، وانا هذا وبنطالب اللي كنت حابته دائما نشوفه ماشي هذاك اللي قاعد من اللور جيب ينفع والو، كانوا كونترول يتنرفا ويضرب وكذا الى الامام ليلتحق بابراهيم. شوف انا نقول لك المقابله، شوف لي زوتر ماتش وي بنطالب جو بريفير يلعب